يا هلا ومرحبا. إذا كنتوا مستعجلين وعبالكم الفروج المشوي وما عندكم وقت لنقع الفروج، ما إلكن غير هالطريقة. عندي فروجة منظفة وفاتحتها من ظهرها، بتبلها ببهارات مشكلة وسنين توم مهروسين وملح وفلفل أسود ومعلقتين لبن وعصير ليمون ومعلقتين كاتشب وشوية زيت نباتي. بفرك الفروجة بالتبلة كتير منيح. دي هون الفروجة وزنها كيلو و300 غرام. للشوي اختاروا فروج ما بيتعدى وزنه الكيلو ونص حتى يستوي معكم ويطلع طري. وبالنسبة للتبلة، إذا ضفتوا دبس بندورة بدال الكاتشب ضيفوا معلقتين خل، أما إذا ضفتوا كاتشب ما في داعي للخل لأن الكاتشب فيه خل. وبالنسبة للبهارات، إذا ما عندكم بهارات مشكلة استخدموا خليط من البهارات الناعمة المتوفرة عندكم، مثل الهيل والقرفة والقرنفل وورق الغار والكركم. بحط الفروجة فورا بدون نقع بصينية الفرن وبضيف عليها نص كاسة مي وبغلفها بورق الزبدة والقصدير وبدخلها على الفرن حامي من فوق وتحت من ساعة ونص لساعتين. أنا عندي هون الفروجة بما إنها حجم صغير أخذت معي ساعة ونص بالفرن، وما تاكلوا هم بتستوي وبتطلع طرية وطعمة البهارات واضحة فيها. عندي هون لحمة ناعمة حمستها بمعلقة سمنة وبس تستوي بضيف عليها بازاليا مفرزة بقلبهم سوا. واللحمة عندي لما حمستها ضفت لها بصلة ناعمة وملح وفلفل أسود، وهلأ أضيف شوية مي حتى تستوي البازاليا وتطرى، وهيك صارت عندي جاهزة والبازاليا استوت. لطبخ الرز بحمس معلقتين سمن بهارات صحيحة، ورق غار، هيل، قرفة، قرنفل حتى تطلع ريحتهم. بعدين بضيف الرز المغسول والمنقوع بعد ما صفيته من ميته، بقلبه بالسمن، بعدين بعاير الملح وبضيف مي مغلية حتى أغمره بمسافة عقدة إصبع. بغطيه وبتركه على نار مرتفعة لحتى ينشف السطح، بعدين بخفف النار على أخف شي وبتركه يتهدى على مهله. بياخد تقريبا من 20 دقيقة أو أكتر حسب كمية الرز. وهيك الفروجة صارت جاهزة عندي بعد ساعة ونص بالفرن. بكشفها وبدخلها على الفرن الحامي من فوق حتى تتحمر. والرز عندي صار جاهز ما شاء الله، نثري وريحته بتشهي. بفرغ الرز بجاط أو منسف التقديم، وعلى الوجه بوزع اللحمة الناعمة والبازاليا والفروجة المشوية، وإذا في مكسرات محمصة كمان بيطلع كتير حلو معه. شو بدي أحكي لكم، الريحة بتشهي والطعمة روعة والفروجة منهنها، لازم تجربوها. طعمتها كتير طيبة ومستوية، كتير حلو هالطبق للعزايم أو غدا سريع، أو فيكن بس تشووا الفروجة بدون رز جنبها. إذا جربتوا هالوصفة وحبيتوها ما تنسوا تبعتولي تطبيقاتكم على حساب الإنستغرام، بتلاقوا الرابط بصندوق الوصف. وما تنسوا لايك للفيديو وتدعموا القناة بالاشتراك وتفعلوا زر الجرس. وشكرا كتير لمتابعتكم.